السلام عليكم في حلقة جديدة بعنوان الحالات التحكيمية في مباراة النادي الترجي التونسي والملعب التونسي. في مباراة كانت نصف النهائي، مباراة كانت كبيرة جدا في الشوط الأول، وكان فيها 5 أهداف، كان فيها 2 ركلات جزاء، وكان فيها أخطاء، وكان فيها تنفيذ ركلات الجزاء. على الجانب الثاني كان في شوية أخطاء في الشوط الثاني من الحكم الجزائري. لما تيجي تتكلم على الحكم الجزائري لطفي كوسة، وخلينا نسميه لطفي كوسة، في الأخطاء اللي كانت موجودة جدا، وشفنا الكلام والاخطاء، وشفنا الكلام على ركلات الجزاء وفيهم ركله الجزاء هنتكلم عليها كتير. ولكن قبل ما نخش في الحلقه ما تنساش تضغط لايك للفيديو، تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعالى نبتدي على بركه الله. طبعا الترجي تاهل رسميا الى النهائي للمره 26 في رحله البطوله رقم 16. هيقابل الاولمبي الباجي اللي كسب النادي الافريقي. المباراه ابتدت في اول 30 ثانيه واليادوب سنطره، ومحمد علي بن رمضان راح بالكره وسدد على يمين الحارس عاطف التخيلي وسجل الهدف الاول، وكانت يعني بدايه قويه جدا من النادي الترجي. بعدها على طول ب10 دقائق تماما كده كوره في منطقه الجزاء، وكوره تخبط يمين في الراجل، تخبط في معتز سدام، وتيجي في ايديه، تجيبها من الجانب اليمين، تجيبها من الجانب الشمال. فهي ركله جزاء واضحه وصريحه، ودي اول حاله معانا واضحه وصريحه رغم ظلم الترجي. وهنتكلم على الترجي اللي اتظلم في المباراه، ولكن خلينا نمشي واحده واحده. فدي الدقيقه العشرة هي ركله جزاء صحيحه على معتز سدام. الحكم ما شافهاش، ولكن الفار رجعه ورجع للفار ورجع حسبها ركله جزاء، وسجلها ماهر الحنيشي حتى في تنفيذ ركله الجزاء. فتنفيذ صحيح، يعني صدق الدبشي واقف صح، وماهر الحنيشي واللعيبه من على ال 18 ما حدش دخل المباراه. مشيت المباراه، وبعد 3 دقائق على طول خطا من على ال 18 لمحمد علي بن رمضان، خطا صحيح 100%. الكوره اتلعبت يا دوب لمسه بسيطه لرياض بن عياد اللي بيسدد على يمين الحارس من تحت الحيطه، اللي كانت يعني ما تعتبرش حيطه، هم كانوا واقفين يعني كده وجروا قبل الكره ما تتشاط. وتسجيل الهدف الثاني لصالح الترجي، هدف صحيح 100%. يمشي المباراه لحد الدقيقه 27، وعشان اللغط اللي موجود لكره حمد الهوني والهدف بتاع حمد الهوني، هدف صحيح 100%، لان حمد الهوني لم يتدخل مع الباك ليفت اسامه، هو يعني دخل على حمد الهوني بتسرع بتهور. فطبيعي الهوني لما يعمل لنفسه ويأخر نفسه ثانيه لورا، فطبيعي انه يقع بالطريقه دي، وحمد الهوني يحسب له انه لعب على صفاره الحكم وسجل الهدف الثالث. ومشيت المباراه لحد الدقيقه 42. الدقيقة 42 وركلة الجزاء أنا شايفها من وجهة نظري ركلة الجزاء ممكن ما تتحسبش كتير جدا، لأن لو جينا اتكلمنا على ركلات الجزاء اللي بتتحسب في كل الركنيات بيبقى فيه مسك وفيه شد من اللاعبين، وبيبقى فيه أحضان من المدافعين، أحضان كورة طبعا يعني قصدي، وبتبقى حاضن المهاجم عشان تخرجه من الحتة دي. لكن إنك تحط إيدك على الحارس والكورة تترفع فتتحسب ركلة جزاء، خلينا نمشي مع قرار الحكم. ولكن لو جبت 10 حكام ف8 منهم هيقولوا لك دي مش ركله جزاء، ويمكن دي ركله جزاء يعني غير صحيحه لصالح الملعب التونسي. اتسجلت ودخلنا الشوط الثاني. الشوط الثاني اللي كان فيه شويه اخطاء من ناحيه الوقت، من ناحيه الانذارات. شفنا يعني في الدقيقه 81 كوره كانت تسلل على صادق قديده، تسلل صحيح ولكن تصدى لصدق الدبشي. الدقيقه 82 كوع لبن رمضان. في الدقيقه 85 تدخل على انكل رجلين محمد رمضان، الانكل جامد جدا، ولكن الحكم احتسب انذار كان يعني تستدعي كارت احمر. لكن في النهايه مبروك للترجي، فوز عن جداره واستحقاق بالقوه والعزيمه، وهارد لك للملعب التونسي اللي مغامرته انتهت لحد نصف النهائي قدام الترجي. عمل مباراه كبيره جدا، ولكن الشخصيه وشخصيه البطل، وكتر خير الاثنين انهم بيلعبوا في الاجواء الحاره دي. في النهايه تحيا تونس، سلام.